السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالمنا ديال الطبخ المغربي. يوم جديد، فيديو جديد ووصفة جديدة. بلا ما نطول عليكم اخواتي، ترحب بكم من جديد. وغنحضر معكم اليوم اخواتي البصارة. كيف ما تلاحظوا هنا عندي اخواتي الفول وعندي الثومة وعندي المعدنوس. هذا اخواتي المعدنوس فقط. كيف ما تشوفوا انا قربت لكم الصورة. انا تنضيف البصارة ديالي المعدنوس لانه مليء بالمعادن وتزيد البصارة ديالنا لذة. هذا ما كان اخواتي، هادو هما المكونات بلا ما نطول عليكم كثيرا باش نخلي الفيديو خفيف ظريف، لان حتى هاد الوصفه هذه خفيفه ظريفه وتتوجد بسرعه وبمكونات بسيطه جدا. كيف ما تلاحظوا نبداو من المكونات الاوليه اللي غنبدا بهم ان شاء الله، ونبداو في تحضير الوصفه. بقوا معايا اخواتي. كيف ما قلت لكم اخواتي، هنا في واحد الطنجره غناخذ الفول. بالنسبه للكميه اخواتي تتبقى الكميه اختياريه. غندير الفول هنايا في الطنجره. انا هنا عندي تقريبا كيلو الا ربع، يعني كيلو الا ربع تقريبا. بالنسبه اخواتي بالنسبه للفول انا غنشلو بالماء. انا تنشل الفول، كاين اللي ما تيشلوش، انا تنشلو لان كيف ما عارفين تيكون عند البقال معري معرض للغبره. صافي اخواتي تنغسلو غير مره واحده مزيان مزيان بالماء وتنصفيه. دابا اخواتي هنا الفول غسلته مزيان وسقطرته من الماء. دابا غنضيف عليه وغنزيد على الفول ديالنا. هنا عندي اخواتي الثومه هنا تقريبا راس ديال الثومه نقيته غسلته وغنضيفو على الفول ديالنا. وهنا عندي بعض اوراق ديال المعدنوس، غادا نحاول نقطعهم بالموس واحد شويه. غنقطعهم بحال ما هكا اخواتي بالموس، واخا يبقاو غلاض لان البصاره غنطحنوها من بعد ملي غطيب. انا غنوريكم دابا الطريقه ديالي من الاول حتى الاخر. كنت صورتها معاكم تقريبا عام دابا وما وريتش لكم الطريقه من الاول. دابا بديت معاكم من الاول بالطريقه ديالي الخاصه. صافي هنا قلنا الفول والثومه والمعدنوس. بالنسبه للكميه اخواتي تتبقى اختياريه. انا عندي هنايا تقريبا كيلو الا ربع. درت عليه راس ديال الثومه، قشرتها ونقيتها وغسلتها، ودرت عليهم شويه ديال المعدنوس باش نضيف ليه واحد النسمه خاصه في البصاره. هذا ما كان اخواتي. صافي دابا غنديروا الماء اخواتي. ما غاداش ندير الماء بزاف. نحاول غنعطيكم اخواتي واحد النصيحه بالنسبه للبصاره. بالنسبه للبصاره حنا تنعرفوا جميعا ان البصاره تتفيض من الطنجره، ولهذا ما غاداش نكثر الماء بزاف حتى تعمر الطنجره، لان اخواتي بصاره تتفيض. ولذلك نصيحه من عندي ما تكثروش الماء بزاف حتى يغلى الماء اللي مدايرين في بصاره اخواتي. عاده باش نبقاو مره طلعوا على الطنجره وتزيدوا الماء. الطنجره ديال البصاره ما تنغطيوهاش، ما تنديروش ليها الصفاره. هذه نصيحه من عندي. من الاحسن الطنجره ديال اللي غديروا فيها الفول او تحضروا فيها بصاره ما تكثروش الماء بزاف، خليو غير الماء بين ما غلات عندكم الطنجره مزيان والفول ما يبقاش يطلق ديك الكشكوشه. عاده باش يمكن اخواتي تزيدوا ليها الماء، والماء اللي غطيب فيه. انا غنبدا مع كيف ما قلت لكم غنوريكم من الاول حتى الاخر. بالنسبه لهاد الكميه اللي درت غنضيف واحد شويه ديال الملحه. انا تندير الملحه من الاول باش الفول ما يبقاش مسوس. تندير الملحه من الاول، تنضيف الملحه الكافيه لانني من بعد ما غاديش نزيد نهائيا الملحه. وما تنضيفوش اخواتي التوابل من الاول. كيف ما قلت لكم غندير غير الملحه فقط هي اللي غندير. وغندير شويه الزيت، تقريبا شي 2 معالق حتى 3 ديال الزيت. وانا غنقول لكم علاش ندير الزيت. غندير الزيت العاديه لانني طيب بصاره وغندير ليها زيت الزيتون. كيف ما تنعرفوا بصاره هي زيت الزيتون والكمون والثومه، هادو هما العناصر اللي تيكونوا رئيسيين في بصاره. ما خاصش يخطاو كالثلاثه: زيت الزيتون والثومه والكمون مع الفول.
هادو ضروريين يكونوا عندك. وكاينين شي توابل اخرين غنزيدهم في الوقت ديالهم. المهم هنا كاين الفول، الثومه، المعدنوس، زدت واحد شويه ديال الملح. يعني الملح انا درت تندير الملح من الاول، تندير الملح الكافي، ودرت واحد 2 معالق تاع الزيت العاديه صافي. والماء ما نكتروش. انا كيف ما تلاحظوا راه ما درتش الماء بزاف، درت غير الماء اللي غادي يغطي ليا الفول حتى تغلى مزيان والكشكوشه تطلع. عاد باش من بعد غنزيدوا الماء. وحداو مع اخواتي باش ما تلصقش لكم في الكاع. مره مره طلعوا عليها وحركوا. انا دابا غنحرك هاد العناصر اللي ضفت مزيان صافي، ونديرها فوق البوطه اخواتي، ونخليوها تا تغلى وغنرجع معاكم ان شاء الله. ونصيحه اخرى اخواتي، هنا غندير واحد العود فوق الطنجره صافي، ونحطوا اخواتي الغطاء ونحطوه بشكل مائل كيف ما غتلاحظوا معايا في الصوره. ها هو خليناه من هنا معري، ودرنا واحد العويد. يعني هاد العود هادي تتبقى المعلقه تاع العود اللي تنخدموا بها. درتها هكذا، حطيتها هكا صافي، وحطيت الغطاء وحطيته بشكل مائل. درتو على الليد ديال الطنجره من الجنب حتى يغلى الفول ديالنا ويطلق ديك الرغوه ديالو. عاد باش من بعد نحركو ونزيدو الماء وغنرجع معكم ان شاء الله. اما اخواتي كيف ما تلاحظوا ها هي الطنجره غلات. شوفوا هالكشكوشه طلعات، ولكن تحبست بهاد المعلقه اللي كنت مدايره تاع العود صافي. ودابا غنزيدوا ليها الماء. دابا ما نخافوش من الماء يفيض لان اصلا غلات وطلقات الكشكوشه. زدت هنا تقريبا واحد الكميه تاع الماء غيطيب فيها هاد الفول هذا. كما تلاحظوا هو راه باقي ما طابش، بحال طلعت فيه الغليه. نزيد شويه الماء لان خاص الماء صافي، ونحركوه مزيان. ومره اخواتي حركوا، مره حركوا وشوفوا لا خاص الماء زيدوه على حسب الكميه ديال الفول اللي تديروا. انا زدت واحد الكميه تاع الماء صافي، ونخليه يطيب ومره نحركوه صافي، ونرجع معكم ان شاء الله. هاتو كيف ما تلاحظوا اخواتي الطنجره ما فاضتش نهائيا، لانني درت ديك الحيله. انا من قبل ما نتعرف على هذه الحيله كانت تطفيض ليا الكوكوط او الطنجره اللي تندير فيها الفول، تطفيض وتترول ليا البوطه. دابا انا من تعرفت على هذه الحيله وليت تنديرها. ودائما كيف ما تعرفوا انا ما تنبخلش عليكم بالنصائح اللي تنعرف. دائما تنحب نوصل لكم اي معلومه اللي تفيدكم في المطبخ ديالكم. صافي اخواتي هنا في هذه الاثناء الفول ديالنا ها هو صافي طاب. هي الطنجره غاليه ومع ذلك ما فايضاش فوق البوطه. صافي نحرك واحد التحريكه كما تتشوفوا باش نوريكم الشكل ديالو. هي واحد الثومه هنا راه طابت الثومه. الفول حتى هو كذلك، هو حتى هو طابه اخواتي. تنقيسو باليد ديالي وتيتمس صافي. في هذه الاثناء ما حد البوطه باقا شاعله غنضيف التوابل اخواتي. غنضيف شي توابل قلال. انا بالنسبه للتوابل اللي تندير غنشارك معكم التوابل، راه كل واحد والتوابل اللي تيدير. كاين اللي تيخليها هكا، ولكن انا دائما تنزيد لها واحد شويه ديال التوابل لان التوابل تيضيفوا واحد النكهه خاصه على بصاره. هنا اخواتي غنضيف واحد نصف ملعقه تاع البزار. نصف ملعقه تاع البزار. انا غنخلي البوطه شاعله باش التوابل شويه يطلقوا في الفول. غنضيف واحد المعلقه تاع الخرقوم عرق. انا دائما اخواتي تندير الخرقوم عرق، ما تنديرش الخرقوم الاخر. اللي تنعني بالخرقوم الاخر هو الخرقوم ديال الباكيه، ما تنستعملوش. وغنضيف واحد المعلقه صغيره تاع سكينجبير. كما تنعرفوا السكينجبير مفيد جدا بالنسبه لايام البرد صافي. وبالنسبه للكمون اخواتي انا غنضيف هنا 2 معالق صغار تاع الكمون. غنضيفها الاولى والثانيه لان الكمون تيتواتى جدا مع القطاني. غنشارك معكم اخواتي من بعد، لان كما عارفين دابا البرد غنشارك معكم من بعد وصفات خاصه بهذا الفصل هذا. انا بصراحه كنت شاركتها معكم دابا عام تقريبا، ولكن ما فيها باس. كيف ما تنقولوا انا دائما تنديرها، قلت علاش لا ما نشاركهاش مره اخرى مع الاخوات. صافي اخواتي دابا نحرك. بالنسبه البصاره راه طابت
بالنسبه اخواتي للتوابل، انا ضفت معكم التوابل اللي تندير. كاينين بعض الناس تيزيدوا فيها التحميره، لا بغيتوا تزيدوا التحميره زيدوا، لا شي توابل اخرى تتحبوها. انا المهم تندير غير دوك 4 التوابل، تندير الكمون، شويه البزار، تندير الخرقوم عرق، وتندير سكينجبير. صافي هادو هما التوابل اللي تندير. والملحه طبعا حسب الذوق. الملحه راه درتها من الملحه درتها في الاول، الا كنتو بديتوا الفيديو من الاول راه درت الملحه الكافيه، ودرت واحد شويه زيت غير باش ما تفيضش. اما بالنسبه للزيت العود اخواتي غنديرو حتى نطحنها ونردها مره اخرى تغلى فوق البوطه، عاد باش غنضيف الزيت العود باش الزيت العود يبقى محافظ على المذاق اللي فيه. اخواتي دابا غنطحن بصاره ديالنا كيف ما تلاحظوا معايا، غنطحنها في الطحان اليدوي. هذا هو الطحانه اللي كنا تنستعملوا زمان، كانوا المغاربه كاملين يخدموا بهاد الطحانه هذه اللي عندها المقبض ديال اليد. هذه غنطحن فيها بصاره صافي بلا ما نتسناوها حتى تبرد ونديروها في الطحان الكهربائي. غنخدم بهاد الطحان هذه صافي. نهز الكوكوط اخواتي ونكبها هنايا. ما تخافوش البلاستيك ديال هاد الطحانه راه بلاستيك قابل للسخونيه، يعني ماشي ما تيذوب ما يتاثر بالسخونيه ما والو. صافي وندور صافي ونكب الكميه اللي بقات كامله تاع بصاره، واخا بقات واحد شويه معليش. صافي ونطحنها بالطريقه ونردها للكوكوط ديالها. وهذا هو الشكل النهائي تاع البصاره من بعد ما طحنتها. رديتها للكوكوط ديالها وغنضيف لها دابا زيت العود او زيت الزيتون، كل واحد شنو كيسميه. غنضيف واحد الكميه مهمه تاع زيت الزيتون، تقريبا شي 4 كاس او قريب نصف كاس ديال زيت الزيتون. كما لاحظتوا انا تنضيف زيت الزيتون حتى الاخر. صافي غنحركو مزيان هكذا ونخلي ان شاء الله بصاره ديالنا تتغلى او يغلى زيت الزيتون يغلى مع بصاره ديالنا ويطلق مزيان النكهه ديالو في بصاره ان شاء الله، ونتلاقاو في الشكل النهائي. بقاو معايا اخواتي. وهذا هو الشكل ديال البصاره ديالنا ديال هذا اليوم. نتمنى تعجبكم الطريقه ديالي وتوليو تحضروها بنفس الطريقه، لانها تجي بنينه بزاف ورائعه وممتازه في المذاق. هذا هو الشكل ديالها. ضفت لها واحد شويه الهريسه وزيت العود من بعد ما حطيتها في الزلافه. وتنتمنى من الاخوات اللي دخلوا عندي جداد يفعلوا الجرس ويوضعوا لي واحد لايك وتعليق محفز باش ان شاء الله يوليو يوصلوكم الفيديوهات ديالي. ونتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم ويعجبوكم الوصفات اللي تنقدم لكم. خليتكم على خير اخواتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.